السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله كل متابعي ومشاهدي قناة كريم أبو مالك. أتمنى أنكم تكونوا في صحة جيدة على ما يرام. في هذا الفيديو غنتكلم على واحد النقطة مهمة جدا. الناس ياخذوا الجنسية بصحتهم وراحتهم، لكن خاصهم يعرفوا هذه المعلومة. النهار اللي كيعملوا السيطة ديال البصمات في الكوميسارية عند البوليس ناسيونال، ما كتكونش في العلم ديالهم انهم غادي يحتاجوا هذه الوثيقه ديال توثيق البيانات الخاصه. علاش؟ لان في بدايه الامر حنا كان عندنا النيف، ومن بعد الحصول على الجنسيه كيولي عندنا الديني. اذا هنا خاصنا واحد الوثيقه ديال المصادقه على البيانات ديالنا باننا انا هو الشخص نفسه اللي كان عندي النيف واليوم وليت بدلته وحصلت على الديني. هذه الوثيقه تسمى سيرتيفيكادو كونكوردانسيا. خاصنا نطلبوها في الكوميسارية ناسيونال في نفس النهار اللي غادي نعمل فيه البصمات. علاش قلت لكم في نفس النهار؟ لان الا ما عملتيهاش في نفس النهار كيصيفطوها لك المكتب الهجرة الاسترانخيرية، وكيخاصك تشد السيطة وخاصك تعمر واحد الجدول وتخلص واحد الطاسة. وكنعرفوا السيطة بعيدة بزاف، ولا كانت شي إدارة طلبت لك هاد السيرتيفيكادو غتلقى مشكل، لان كاين اللي كيبدل هاد البيانات ديالو ما كيلقاش مشكل، بحال مثلا الترخيطه ديال الطبيب ولا السيغورات سوسيال ولا اللينيم، هادو ما كتحتاجش فيهم هاد السيرتيفيكاتو كونكوردانسيا. لكن على حسب الشخص كيختلف، لان كاين انسان كيختلف الا كان عنده شي وثائق اخرى، مثلا كيشتغل في شي دومين اخر وكيمشي لعند هذيك الشركه عند هذيك لوفيسينا باش تبدل ليه دوك الوثائق، تقول لي ودي ما يمكنش نبدلهم ليك الا ما جبتيش لينا سيرتيفيكادو كونكوردانسيا اللي كتصادق على البيانات ديال انت هو الشخص نفسه اللي كان عندك النيف واليوم حصلتي على الديني. اذا هنا هاد النقطة مهمة جدا، خاصكم تاخذوها في نفس النهار في الكوميسارية. نهار اللي تعملوا البصمات طلبوا ليهم سيرتيفيكادو كونكوردانسيا اللي غتحتاجها، وغدير ليها واحد العشرة ديال الكوبيات وتحتفظ بهم. اي ادارة مشيتي ليها وقال لك عطينا السيرتيفيكادو ديال الكونكوردانسيا غادي تجبدها ليهم باش يمكن لهم انهم يوثقوا البيانات ديالك بانك انت هو الشخص فلان اللي كان عندك النيف واليوم ولا عندك الديني وكنت مقيم بطريقه قانونيه. اذا هذه مهمه جدا الاخوان. علاش؟ لانك الا ما خديتيهاش في نفس النهار كما قلت لكم غيصيفطوها لك الاسترانخيريه، وخاصك تشد موعد، وكنعرفوا المواعيد بعيده بزاف، وخاصك تخلص الطاسه. المهم الطاسه ما غالياش بزاف، كدير شي 7 اورو تقريبا، ولكن هذاك الموعد اللي كنتي انت محتاجها في اقرب وقت غتولي القضيه عندك كتطلب الوقت باش انك تاخذها. اذا علاش كنذكركم بهذه النقطه هذه؟ لان بزاف ديال الناس كياخذوا الجنسيه وكيبغيو انهم يطلعوا لشي دوله في اوروبا، ويقدروا يلقاو مشكل هنا في هذه الوثيقه هذه. ربما غتكون عندهم واحد السيطه مواعيد بعيده اكثر من 4 ولا 5 ديال الشهور باش ياخذ هذه الوثيقه من الاسترانخيريه. اذا من الاحسن انه النهار اللي غادي يعمل فيه البصمات، عقلوا مزيان، النهار اللي غادي يعمل فيه البصمات باش ياخذ الديني، ملي ياخذ الديني يقول لي خرج لك معاه سيرتيفيكادو ديال كونكوردانسيا. عقلوا عليها مزيان، سيرتيفيكادو كونكوردانسيا باش انك تغير، باش انك دير واحد الاثبات ديال البيانات ديالك ديال انك انت هو نفس الشخص كما قلت لكم اللي كان عنده النيف اليوم ولا عندك الديني. وهذا الشيء ما كيطلبوش الادارات كاملين، ولكن كيختلف على الاشخاص كل واحد وعلى حسب الوثائق اللي عنده. بحال مثلا انا نعطيكم مثال، انا مثلا كنشتغل في ميدان البحر، انا باش نبدل الوثائق ديالي كيطلبوا لي هاد السيرتيفيكادو باش انني نجيبها لهم باش نبدل الوثائق ديالي، سينو ما غاديش يبدلوهم ليا. ولكن في ادارات اخرين بحال مثلا ترخيطه ديال الطبيب يمكن لك تبدلها بلا هاد السيرتيفيكادو، ولا سيغورات سوسيال يمكن لك تمشي عندهم شخصيا فقط انك تعطيهم الديني ويبدلوا لك، يعني كيصادق يغيروا لك يعني البيانات ديالك، الاسم والديني ديالك القديم ديال النيف اللي كان عندك يغيروه وصافي. لكن في ادارات اخرى خاصهم كنقول لهم كاين بعض الادارات كل واحد على حسب الدومين ديالو فاش كيشتغل الميدان ديالو. راه كاين الناس بزاف عندها
بزاف بروفيسيون خدمه اللي كتخدم، وباش غيبدل هذوك الوثائق خاصو يقول لي جيب لينا سيرتيفيكا دو كونكوردانسيا. حنا ما كنعموش فقط غير على الطبيب ولا سوغوري سوسيال، ما كاينش عندنا غير هاد الحوايج هادو، كاين الناس اللي عندها مشاغل اخرى وكاين عندها مجالات اخرى كتخدم فيها وكيحتاجوا هاد الوثيقه ضروريه. الا ما جبتيهاش ما يقدروش، هذيك الشركه ما تقدرش تغامر وتعطيك انت يعني شي وثيقه من عندها الا ما جبتي لها الدليل. البيان كتجيبو من الكوميساريه ولا من الاسترانخيريه هاد الوثيقه بانك انت هو نفس الشخص، باش هما ما يلقاوش مشكل باش يغيروا لك الداتو ديالك ويعطوك يعني الوثائق ديالك ويخرجوا لك يعني وثائق جداد فيهم تاريخ جديد وفيهم اسم جديد اللي كيحمل فيه الجنسيه والدين جديد. اذا نتمنى ان الرساله تكون وصلت. علاش؟ لان هذه مهمه جدا الاخوان، والناس اللي حصلوا على الجنسيه كنهنئوهم. اذا نتمنى ان تكون الرساله ديالي وصلت، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم.